عارفين ساندوتش البرجر اللي بتشتروه من المطاعم برقم خزعبلي وتقريبا بتجيبوه كل يوم عشان انتوا بتموتوا فيه وولادكم بيموتوا فيه؟ جبت لكم الطريقه الاصليه بتاعه عمايله في البيت، من اول العجينه للحشوه للحمه للصوص بتاعه، كل تفاصيله في فيديو مش هياخد مننا حقيقي 10 دقايق، وطبعا احلى من بره 1000 مره. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنبدا بتحضير العجينه. هنجيب بقى بوله كده، هنزل فيها بكوبايه من اللبن الدافي، عليها نص كوبايه من الميه الدافيه. انا حاطه المقادير دي، انا هعمل كميه سندوتشات كبيره، انتوا ممكن تعملوا نص المقادير. معلقتين صغيرين سكر، معلقه صغيره خميره. هنقلب كل دول مع بعض كده كويس، وهنسيبها تخمر على جنب 5 دقايق. خلاص كده الخميره عملت رغاوي كده، فبقى اتاكدنا ان الخميره شغاله. هنزل عليها ببياض بيضتين ونقلبهم مع بعض كويس جدا كده. بعد كده هننزل عليها بمعلقه صغيره ملح. اخر حاجه بقى هننزل عليهم ب5 كوبايات من الدقيق. نبدا نعجنها بقى. وخلي بالكم انا مستخدمه الكوبايه المعياريه، لان كوبايه الشاي العاديه اكبر من الكوبايه المعياريه. هنفضل بقى نعجنها كده 10 دقايق. هننزل عليها بمعلقتين من الزبده، بس تكون طريه كده، ونعجنها تاني بالزبده بقى كويس. خلاص اهي، بصوا العجينه بقت جاهزه طريه خالص اهي ومش بتلزق. هنغطيها ونسيبها تخمر 40 دقيقه. تعالوا بقى نبدا نجهز الصوص. هنحتاج معلقتين كبار من المايونيز، عليهم معلقه كبيره كاتشب، ونص معلقه من المستردة. كده حضرنا صوص البرجر خلاص. محتاج بصلايه، هنجهز بقى خطوه البصل المكرمل ونقطعها ترانشات كده. دلوقتي بقى هنجهز اللحمه بتاعه البرجر. دول انا قلت لكم ان انا عامله كميه كبيره، دول نص كيلو لحمه مفرومه اللي حته صغيره كده شلتها على جنب. طبعا انتوا لو هتقللوا كميه هتعملوا ربع كيلو بس. هنزل على اللحمه المفرومه بملح، يعني حوالي نص معلقه صغيره كده، فلفل اسود. وبعد كده بقى هعجنهم كلهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنبدا بقى ناخد منه كور كده ونضغطها كده على شكل البرجر يا جماعه. بعد ما خلصت كميه اللحمه كلها، احط طاسه على النار وانزل فيها برشه زيت بسيطه كده. اول ما الزيت يبدا يسخن هننزل بقى بالبرجر اللي عملناه. خلاص كده هنشيل البرجر جاهز معانا. بعد ما ادينا له تشويحه كده على الجنبين، نفس الزيت بتاع البرجر هننزل بقى بالبصل اللي قطعناه عشان نكرمله. هننزل عليه برشه من الملح، زيهم فلفل اسود. اول ما البصل بقى اصفر ودبل كده هننزل عليه بمعلقه صغيره سكر ونقلب. وهنزل عليه بربع كوبايه ميه دافيه، وبعدين هغطيه لحد ما يشرب الميه دي ويبقى طري خالص. اهو خلاص البصل اتكرمل وبقى جاهز. العجينه اهي خلاص خمرت. هقطعها بقى ل6 قطع كده. هناخد بقى قطعه منهم كده ونفردها. بصوا انا نقلتها على الكاونتر عشان مش حاسه ان انا مش متمكنه منها وهي على الكاتنج بورد. بصوا هنعمل ايه. هناخد العجينه اهي، هناخد دي كده بوله كده اهي، بحجم بقى الساندوتش اللي انتوا عايزين تعملوه. وهنحط العجينه دي جوه كده جوه البوله. شريحه جبنه شيدر، وبعدين واحده برجر، معلقه من صوص البرجر، وبعدين هننزل بالبصل المكرمل. بصوا الدلع بقى، ترنشات خيار مخلل زي بتاع بره بالظبط. وبعدين نحط شريحه شيدر تاني. هنلم بقى العجينه دي كلها كده، نقفلها كده كده اهو كده. نشيل الزيادات اللي فوق دي اهو، شايفين شكله. هنحطه بقى على صينيه عليها ورق زبده. ورق الزبده اللي عندي خلص بس اتصرفت عادي جدا. بصوا اهو انا عملت الكميه كلها، عملوا معايا 6 سندوتشات، واتبقت الحته دي من العجينه حطيتها كده ساده فاضيه زي ما هي. فاكرين بياض البيض اللي حطيناه في العجينه دول الصفارين بتوع البيضتين. قلبهم كده كويس. هندهن بيهم الوش، وهننزل برشة سمسم فوق الوش. خلاص هندخل فرن سخن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي 30 دقيقة. أول ما ياخد لون من فوق اقفلوا عليه على طول. جاهزين تشوفوا الحلاوة دي بعد 30 دقيقة في الفرن؟ شايفين جمال لونه عامل ازاي؟ الريحة واللون مش ممكن. عايزة افتح واحد معاكم. الله، شايفين الحلاوة؟
بصوا الجمال، شايفين من جوه عامل ازاي؟ بصوا من تحت لونه خطير. عايزين بقى نضغط كده تشوفوا بصباصة الصوص مع الجبنة، شايفين؟ يلا ندوق بسرعة من غير اي مقدمات، منظر وهمي. اقول لكم حاجة، عارفين البرجر التشيز برجر اللي بنجيبه من مش عايزه اقول لكم اسماء، يعني اسماء معروفه جدا، وبنجيبه ب 400 جنيه وب 500 جنيه الساندوتش. بصوا عملنا قد ايه، حكايه حكايه حكايه. الطعم والله مش هتفرقيه عن بتاع بره، ده احنا عاملينه بعجينه يعني كمان احلى من العيش 1000 مره. خطير 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 وجوسي جدا. بصي العجينه طريه ازاي، انا كنت خايفه قلقانه العجينه تبوظ تنشف تشقق، لا 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 ولا اي حاجه، سهل جدا. طريقته خفيفه خفيفه خفيفه، ولادك والله هيدمنوه بدل الاوردر بتاع كل يوم. ما تشتروش برجر من ده ولا من ده تاني، اعملوه في البيت كده كل الكميه دي وفعليا مش هياخد منك نص ساعه.